Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 7 Zulqaidah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Mei 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Rahman Hanif SPDI dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ade Syarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rakaat zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم بأن تثبت الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 bahwa qarribu wasyaddidu kata beliau, suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wasyaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Kenapa Rasul menasihati sahabat seperti itu? Lanjutan nasihat Rasul itu karena tidak satu pun kalian ini selamat oleh amal kalian dan perbuatan kalian kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Jadi rahmat itu sangat diperlukan, bukan selamat karena amal saja. Memang dalam surah Al-Mulk itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian kita ini ahsanu amalah, lebih baik, lebih bagus amalnya. Jadi amal yang dituntut Allah, di samping menuntut amal yang terbaik, Allah juga menuntut benar. Dalam surah Al-A'raf itu bahwa Allah menyatakan kul, surah Al-Isra ya, kul kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing.
Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu mengetahui siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Jadi di samping menuntut yang terbaik, Allah menuntut yang benar. Untuk benar ini dengan ilmu. Kama qala wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Untuk memperoleh ilmu belajar ya. Belajar dengan siapa? Dengan yang ahli. Itu menurut Allah tuh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Nah, jadi itu tugas kita, belajar. Ya. Lalu apa-apa kiatnya supaya mendapat rahmat dari Allah SWT ini? Kalau tadi bukan karena amal saja kalian masuk surga, tapi kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Rahmat ini kasih sayang ya. Kapan Allah menurunkan kasih sayangnya? Di antaranya sholat berjamaah ini ya, ketika imam membaca Al-Quran sesudah Al-Fatihah, maka apa perintah Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Quran dalam konteks sedang sholat ini ya, fastami'u lahu, maka dengarkan bacaan Al-Quran itu. Wa ansitu, diam dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Ya. Lalu apa lagi? Ada satu amalan yang sepertinya menurut para ulama tidak muakkad dia, yaitu sholat qobliyah asar 4 rakaat, bukan 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tidak muakkad menurut para ulama. Tapi menurut Rasulullah SAW, rahimallahu abdan sholat arba'an qoblal asri. Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, tidak muakkad. Tapi begitu pintu rahmat Allah dibuka. Tadi kan tidak satu pun kalian ini selamat karena amal, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, karena itu orang yang bertakwa ini pandai memanfaatkan momentum. Momentum itu saat-saat yang berharga ya. Saat-saat yang berharga, pandai dimanfaatkannya. Karena memang kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu yang panjang umurnya dan banyak amal baiknya. Tapi berapa takaran umur itu? Kalau Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya, kita ini umat Nabi Muhammad SAW ini dalam hadis kursi itu Allah nyatakan, apabila hambaku itu mencapai usia 40 tahun, aku bebaskan dia dari 3 macam penyakit. Penyakit lepra, lang, penyakit gila. 3 macam itu bebas kalau 40 tahun. Kalau belum 40 tahun ada kemungkinan gila. Tapi beruntung orang gila itu sebenarnya tidak pernah kena penyakit. Ada ndak orang gila kena demam berdarah? Padahal dia tidur sembarangan ya, tidur di bawah kolong jembatan, tidak pernah dia demam berdarah. Karena dia tidak momentum saat-saat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Puasa saja 1 hari di bulan-bulan haram
Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah ini lebih baik daripada 30 hari puasa di bulan-bulan lain. Kecuali bulan Ramadan. 1 hari saja puasa di bulan Ramadan lebih afdol daripada 30 hari puasa di bulan-bulan haram. Jadi Ramadan itu 30 kali 30 lipatannya. Nah di bulan-bulan haram ini 1 kali 30. Nah, jadi kan mau lipat ganda. Karena usia umat Nabi Muhammad SAW ini pendek-pendek. Makanya Allah beri kelipatan-kelipatan. Nah, beda Zulhijjah. Zulhijjah itu tentu bagi yang sudah diproses melalui puasa tadi supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, indikator takwa itu dalam surah Ali Imran itu siapa itu? Allah nyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa indikator ciri orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah baik ketika lapang maupun ketika sempit. Nah, ketika lapang apa standar lapang menurut Rasul itu? Tidaklah ada kewajiban bagi kalian kecuali kalian tersimpan 20 dinar emas selama haul 1 tahun. Dinar emas ini mata uang di masa Rasul ya, dinar dengan dirham. 20 dinar itu setara dengan 91/23/25 gram emas. Karena kita biasa suku 6,7 satu sukunya itu, maka 14 suku. Kalau diuangkan satu suku itu 5 juta. Jadi 70 juta itu standar lapang. Nah, ketika standar lapang ini dia gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Oh, apa itu? Menunaikan ibadah haji 69 juta. Gitu ya. Jadi ini peluang. Kalau di bulan Ramadan tadi 1 Syawal dia di hadapan para malaikat ketika melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya malaikati inna kulla amil yatlubuna ujurahum wa ibadiyallazina shamu sahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum ishadu qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, setiap hamba yang beramal menginginkan ganjarannya, dan hambaku yang telah puasa sebulan lamanya pada saat ini sedang melaksanakan sholat Idul Fitri juga menginginkan ganjarannya. Ishadu, saksikan oleh kalian, qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Lalu ada suara yang seru, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayi'atikum bil hasanat min fadlillahi ta'ala. Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing, sungguh kalian sudah diganti dengan kebaikan sebagai karunia dari Allah SWT. Ini 1 Syawal. Bulan Zulhijjah nanti di Arafah itu dibanggakan Allah lagi. Wahai seluruh malaikat, lihatlah mereka datang dengan rambut yang kusut, mengorbankan waktu dan harta mereka untuk memohon ampun kepadaku. Ishadu qad ghafartu lahum, saksikan oleh kalian, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Mereka tidak tahu betapa ganjaran melontar jamarat kelak ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing. Tahu betapa hebatnya ganjaran melontar jamarat. Rambut yang mereka tumpahkan ketika tahallul menjadi penerangan pada hari kiamat. Tumpahkan, dicukur nian. Kalau dicukur nian terang. Ada yang sayang rambut ikal itu mendek ke baik, itu tidak terang. Kalau dicukur nian 100 watt, kalau mendek ke baik 50 watt itu. Ya. Dan mereka yusafi'u liman da'ala,
di Arafah itu ketika wukuf itu mereka bisa menolong, memberi syafaat kepada orang yang dia doakan. Menurut para ulama 70 orang. Dan kelak ketika mereka sudah melaksanakan tawaf ifadah, bersih dari dosa-dosa mereka sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibu mereka masing-masing. Jadi mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada ganjaran selain dari surga. Oh, itu ya. Jadi dengan 69 juta itu dapat surga. Nah, ini bagi yang takwa ya, pandai memanfaatkan momentum. Nah, lalu apa sanksinya kalau dalam keadaan lapang tidak pergi haji? Ya, kata Rasulullah SAW, "Man malaka zadan wa rahilatan tublighu ila baitil haram wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan." Siapa yang sudah cukup bekal dan tunggangan untuk menyampaikannya ke Baitul Haram tapi tidak juga berangkat menunaikan ibadah haji lalu mati. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركنا ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في الأرض وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما الحمد لله 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 اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم